السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم فيديو جديد من قناتكم حكاية الكنز، والفيديو هيكون عن الجنيهات الورقية وتاريخ نادر جدا وسعره كويس جدا. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، اللي لسه مشتركش في القناة ينزل دلوقتي يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. ويلا نبدأ الفيديو بتاعنا كده سريعا بعد الانترو. ورجعنا لكم تاني ومعانا الجنيهات الورقية اللي هي دي. ناس كتير جدا معاها الجنيهات ديت، بس مش عارفة ايه التاريخ اللي هو مطلوب وبيتباع. مبدئيا الجنيهات دي ملهاش اي سعر حاليا الا تاريخ واحد معين. ايه التاريخ ده؟ وهو تاريخ 2005. الكل يركز على التاريخ عشان الناس اللي معاها الجنيهات دي ومش عارفة ايه قيمتها ولا ايه اسعارها. اللي مطلوب تاريخ 2005، وده سعره بيصل الى 100 جنيه مصري حسب الحالة اللي موجودة معاك. طيب، ناس اللي هي بتسأل عن اماكن بيع العملات، قلت قبل كده في كل الفيديوهات مفيش الا طريقتين اللي تقدر تبيع من خلالهم في مصر. ايه الطريقتين؟ اول طريقة وهي تطبيق اوليكس، والطريقة التانية هي جروبات الفيسبوك للعملات القديمة في مصر. طيب، اول حاجة تطبيق اوليكس، تقدر برضو تبيع عملاتك اللي معاك كلها عليه. هتصور العملات اللي معاك وتبدأ تعمل اعلان خاص بيك، واهم حاجة تحدد السعر وتسيب رقم للتواصل. وجروبات الفيسبوك برضو تعمل الاعلان بتاعك، تصور عملات وش وظهر، واهم حاجة برضو تحدد السعر وتسيب رقم للتواصل. الجنيهات اهيت عادية خالص، بس التاريخ بيكون 2005. ده ناس كتير جدا بتكون طالباه وبيدفعوا فيه لحد 100 جنيه مصري. في حالات اللي هي بتكون حالات الأنصر خالص بتعمل 150 وساعات 200 جنيه للحالة اللي هي النضيفة الأنصر خالص. ايه الأنصر؟ اللي هي العملة بتكون جديدة كده بحالة البنك، ديت بتوصل لحد 150 وال200 جنيه مصري، بس أهم حاجة يكون التاريخ 2005. طيب، بالنسبة لأي تواريخ تانية عايزين برضو نعرف بتتباع ولا لأ. هي التواريخ التانية برضو بتتباع، بس في حالة واحدة. ايه هي؟ ان هي يكون عليها رقم مميز. ايه الرقم مميز؟ اللي هو رقم العملة ده. الرقم ده يكون مميز، اللي هو زي ما بيتقرأ من اليمين يتقرأ من الشمال، ده كده بيكون رقم مميز. وسعرها برضو يصل معاك مثلا من 50 جنيه لحد 100 جنيه مصري حسب الحالة، ما بيطلعش عن كده نهائي. مفيش أي حاجة تانية إن هي تخلي الجنيهات ديت إن هي يرتفع سعرها إلا الحاجتين دولت، وهما جنيه 2005 وأي رقم مميز للعملات. طيب، الناس اللي هي هيكون معاها جنيه 2005 وفي نفس الوقت رقم مميز، كل يركز في الحتة ديت. جنيه يكون 2005 عملة ورقية، ويكون الرقم مميز، اللي هو زي ما يتقرأ من اليمين هيتقرأ من الشمال كده. السعر ده بيضاعف إلى، يعني مثلا اللي هو ايه، هتحاسب على سعر اللي هو 2005 وتحاسب على سعر ان هو رقم مميز، يعني ممكن يرفع معاك السعر ل 300 و400 جنيه مصري. كل يركز في الحاجات ديت جدا، عشان الناس اللي هي هتشتري منك ممكن ان هي تضحك عليك في الاسعار. يعني مثلا يكون الجنيه 2005 وعليه رقم مميز، السعر هيكون مرتفع. تخلي بالك في الحتة ديت. ومفيش اي حاجة تانية ان هي تخلي الجنيهات الورقية دي تتباع غير الحاجتين دولت، وهم 2005 او رقم مميز. يا ريت اللي استفاد من الفيديو ما ينساش يدعمنا بلايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة.
والسلام عليكم ورحمة الله.